ازيكم حبايب قلبي؟ مين فيكم ما بيحبش الذرة الحلوة؟ الذرة الصفراء اللي هي بتبقى بتتباع في المول او تتباع في اي حتة، حلوة قوي وطعمها حلو قوي والعيال بيبقوا عايزين يجروا يشتروا. وعلى فكرة بتتباع غالي جدا في اي مول. يلا صلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما تنسيش تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم يا امارات. اول حاجة الذرة ديت بتتباع، هي ده التوقيت بتاعها اللي هي الذرة الحلوة الصفراء. تمام. بتتباع في أي سوبر ماركت أو عند بتاع الخضار. ال3 أكواز الكبار دول أو الكوز يعني الذرة ب30 جنيه. إنما لو صغيرين هيبقوا 4 برضك ب30 جنيه. فأنا قلت لا أجيب الكبير، الكبير حلو كده ومالي مركزه وشخصيته. وكمان هعمله للعيال بطريقة حلوة قوي قوي، هتعجبهم أحسن ما نشتريه لو احنا خارجين ولا هم خارجين عايزين ياكلوا ذرة. الحلوة ديت بتبقى حلوة قوي، طعمها حلو قوي، وممكن تحمليها كمان وتشيليها في التلاجة او الفريزر، تعملي منها سلطات او تحطيها مع اكلات. الناس المحبة للحاجات اللي هي مسكرة دي، واحنا ما عندناش ثقافة ان احنا ناكل الذرة على انها حاجة مسكرة. اول حاجه كده رحت مقطعاها كده اهوت، نضفتها وغسلتها وشلت منها الشعر والحاجات اللي فيها ديت والقش، وغسلتها وقطعتها كده. حطيت 2 مقطوعين كده بالنص، وواحد صحيح ميه بتغلي كده، وحطها عليها معلقتين من السكر. وهي طبعا مسكره بس عشان تستوي. خدت قد ايه يا ام ملك؟ بالامانه بالامانه خدت مني نص ساعه، وسبتها كمان يجي 10 دقائق في الميه السخنه ديت. يعني سبتها بعد ما طفيت البوتاجاز او الغاز 10 دقائق كمان، يعني خدت مني 40 دقيقه. في ناس تقول لك بتقعد بالساعات ومش عارف، لا ما فيش الكلام ده. استوت وطعمها حلو جدا، وهي تتاكل كده وهي سخنه. انا عن نفسي انا كأم ملك انا ممكن اكلها كده من غير اي اضافات. حلوه وجميله ومغذيه جدا لاولادنا. خدتها كده طبعا هي سخنه، فمسكتها بالماسك وبالسكينه وابتديت ان انا اقطعها. عشان انت ممكن تحطيها كده في اعواد الشيش او الاسياخ الشيش دي، وتقدمها لهم كده حلوة قوي قوي ورضا. بس بقى الافتكاسات بقى، في افتكاسات بتحصل. فابتديت ان انا اقطعها كده. قلت اقطع جزء منها وجزء هسيبه صحيح ان انا احطه في عصيان الشيش. بتقطعيها. طب مثلا انا يا ام ملك عايزه اشيلها في الفريزر او اشيلها في التلاجة زي اللي احنا بنجيبها المعلبه. بتقطعيها زي ما انت شايفه كده، وتحطيها في برطمان معقم، والميه بتاعت السلق بتاعتها بتحطيها فيها، واقفلي البطرمان وتشيليها في الفريزر. اهم حاجه شيليها لان هي ما فيهاش مواد حافظه. تشيليها في الفريزر او في اكياس. وقت ما تعوزي مثلا هتعملي سلطه، هتعملي اكله فيها الذره ديت، هتبقى حلوه قوي قوي قوي. حلوه ومغذيه وجميله. طيب هنعمل ايه؟ فصصنا شويه وشويه، هسيبهم بقى كده. انا زهقت وهسيبهم زي ما العيال عايزينها في عصيان الشيش. هنعمل ايه الاضافه وهي سخنه؟ لازم وهي سخنه. لو بردت منك سخنيها على النار، ما هي ما بتتاكلش حلاوتها الا وهي سخنه. حبيت احط كده في كوبايه كده شويه الاعواد ديت، طبعا لقيتهم طوال قصيتهم وحطيتهم زي ما انتم شايفين، والباقي حطيتهم في كوبايات وبولات كده عشان تبقى قال يعني بقى زي ما بيروحوا المول او بيروحوا في اي حته وبيشوفوا بقى الحاجات دي بتتباع هناك. اول حاجه كده وهي سخنه كده، انا حتى لقيتها انها يعني ابتدت تبرد، فهدخلها تاني الميكروويف ولا حاجه، او تسخنيها تاني في شويه ميه او على طاسه في النار. حطيت مكعب من الزبده، حته زبده كده تحطيها فوق الوش كده، وقلبي بقى عشان الزبده تسيح في الكوبايه. يبقى نحط نص معلقه كده من الزبده. طيب اول حاجه حطيت عليها عسل، لايقه عليها العسل، هي بقى سويت كورن مع العسل حلو قوي. طيب الطبق التاني حطيت، عارفين التوابل بتاعه البطاطس المحمره، حطيتها عليها. ادي تاني واحد تبقى، او لو توابل الجبنه يعني بتاعت الشيبسي اللي هي بالجبنه. تالت واحد حطيت عليه شطة وليمون. حلو قوي. 3 أطعمة. والأساسي اللي هو حطيت عليه بس زبدة كده، وهتتاكل كده لوحدها. يا أنا عن نفسي هاكلها كده من غير أي افتكاسات. بس عايزة أقول لكم رأيي بصراحة، اللي هي محطوط عليها العسل تحفة، طعمها جميل جدا جدا. طبعًا الsweet corn دوّة بتاع الناس الفافي وكده. فشوفوا أنتم بتحبوه وبتاكلوه إزاي، والأطعمة اللي أنتم بتحبوها. لو عجبتكم الوصفة أتمنى منكم تعملوا لي متابعة على صفحتي مطبخ ملك، وكمان اشتراك في قناتي على اليوتيوب، وفعلوا زر الجرس، وكمان تقولوا لي بتتابعوني من أنهي بلد. وصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.